السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على 3 اختصارات هيسهلوا عليك حاجات كتير في الاوتلوك. طبعا باينة من عنوان الفيديو. اول حاجة انت زي البرنس كده فتحت الاوتلوك بتاعك، حطيت كل الايميلات بتاعتك هنا زي ما احنا شايفين. هتلاقي كل الايميلات اللي انت تقدر تحطها. انا عن نفسي حاطط كل الايميلات بتاعتي. طيب يعني انت لو طبعا لسه ما حطيتش ايميلاتك، تقريبا الحلقة رقم 3 هي اللي كان فيها ازاي تحط الايميلات بتاعتك، سواء بقى ايميل على جيميل على الاوتلوك ايا يكن. انا دلوقتي هقول ايه المشكله اللي ممكن تواجهك وايه الحل بتاعها. طيب انت دلوقتي حاطط ايميلاتك كلها هنا بالشكل ده على الاوتلوك. مثلا جالي ايميل هنا مهم، فانا هبدا ان انا اعمل اكسباند كده، او ان انا انزل الخانه دي، وابدا ان انا اخش على الانبوكس وابدا اشوف الايميلات بتاعتي. طيب قفلت كده، جالي مثلا ايميل تاني على الجيميل، فانا هروح دايس كده واروح داخل برضو اشوف الانبوكس بتاعي لو في اي ايميلات مهمه. طيب مثلا جالي ايميل مهم هنا، نفس الكلام هروح دايس كده وابدا ان انا ادوس. انت مش ملاحظ ان انت ممكن تلاقي نفسك تاه شويه في حته ان انت كل شويه تخش على انبوكس 7 ايميل معين ايا يكن؟ فمن هنا جت فكره الفيفورت فولدر. الفيفورت فولدر ان انت هتبدا ان انت تحط كل الحاجات المهمه في المنطقه دي. طيب ازاي افعل الفيفورت فولدر لو هي مش متفعله عندك؟ انت هتروح داخل على فيو، تمام، وهتلاقي كلمه فولدر بين، هتفعل بس كلمه فيفورتس، تمام. اول ما تدوس عليها كده هي نزل عليها علامه صح، وبدا هنا يعني الفيفورت فولدر مكانه هيكون موجود هنا. طيب انت دلوقتي عايز مثلا تحط كل الانبوكسز في الفيفورت فولدر. طيب احنا هنعمل كده، كليك يمين، تمام، وهتروح دايس اد تو فيفورت، هتلاقي نزل لك هنا. طيب هل ينفع ان انا اعملها دراج اند دروب؟ ينفع تعملها دراج اند دروب، ان انت مثلا ده ايميل تاني انت عايز تحط تحطه في الفيفورت، هتروح عامل كده. طيب خلي بالك من نقطه مهمه جدا، ان انت لما بتعمل الحركه دي، لما بتضيف حاجه على فيفورت فولدر، هو مش خد الانبوكس كله حطه على الفيفورت فولدر، ده هو مجرد شورت كات، بحيث ان انت الحاجه اللي انت هتعملها في الفيفورت فولدر هنا هي هتطبق هنا. يعني هو ما بيعملش دوبليكيت للمساحه. طيب خدت بالك هنا ايه اللي حصل؟ ان هو بيقول لك الانبوكس ده تبع الايميل ده، والانبوكس ده تبع الايميل ده. هنضيف ده مثلا كمان للفيفورت فولدر، بحيث ان انت مثلا انت جيت الصبح لقيت هنا عندك 5 ايميلات، وهنا 4000 ايميل، وهنا 5 ايميلات. تبدا ان انت تبص هنا زي ما انت شايف، تبدا ان انت تقرا الايميلات بتاعتك، بحيث ان انت ما يبقاش فيه ايميل فايتك وما تبقاش تايه، بحيث ان الفيفورت فولدر يبقى موجود زي ما انت شايف. بص هنا ده خاص بالايميل ده، في العدد بينقص، يعني هنا 4 هنا 4 هتبقى 3، يعني فاهم قصدي؟ هي مجرد شورت كات. طيب ايه اللي ممكن تاني نضيفه على الفيفورت فولدر؟ فاكر لما احنا عملنا سيرش فولدر وعملنا رولز؟ نفس الكلام، اي سيرش فولدر او اي رول انت تقدر تحطها في الفيفورت فولدر. طيب مثلا هنلاقي مثلا هنا احنا كنا عاملين سيرش فولدر لمثلا مديري، انا كنت عامل سيرش فولدر او رول، يعني هي ايا يكن انت عامل سيرش فولدر او رول تقدر ان انت تحطها. برده نفس الكلام، انت هتقدر تشدها وتحطها هنا مثلا، بحيث ان مثلا مديرك بعت لك ايميلات، تقدر ان انت تشوف هو بعت لك النهارده كام ايميل ايا يكن في قائمه الفيفورت، بدل ما تنزل وتدوس على سيرش فولدر، او لو انت عامل له فايل او فولدر هنا، تقدر ان انت يبقى موجود على طول في الفيفورت فولدر. نفس الكلام انت مثلا عامل سيرش فولدر على كلمه على الكاستمر اللي انت مصنفهم مثلا، فانت بكل بساطه برده نفس الكلام، يا اما تعمل لها كده اد تو فيفورت فولدر، او تشدها زي ما احنا شايفين، بحيث ان لو انت جالك مثلا ايميل في الانبوكس، هنفترض ان ده مثلا ايميل جه وانا عايز اعمل له تصنيف، فانا هعمل له اول ما اعمل له تصنيف للكاستمر، بص زي ما انت شايف هتلاقي كلمه كاستمر، يعني احنا خلينا نعمل ان ريد للميل، هتلاقي كلمه كاستمر نزل جواها ايميل. انت تقدر تحط فولدرات، تقدر تحط سيرش فولدر، تقدر تحط اي رولز انت عايز تحطها في الفيفورت فولدر. فالفيفورت فولدر ده اختيار ذكي ان انت تحط الفولدرات اللي انت شغال عليها، بحيث ان انت تبقى شايف الصوره من فوق، تمام. يعني انت محدد الاولويات بتاعتك، حاططها في الفيفورت فولدر، بحيث ان انت مش كل شويه تفتح ايميل وتقفل ايميل وتدور جوه الفولدرات وتبقى الدنيا معكوكه معاك. انت بتحط الحاجات الاساسيه بحيث ان انت تكون منظم دنيتك في الشغل. يعني دي اول نقطه في الفيفورت فولدر. انت ممكن تستفيد تاني من الفيفورت فولدر؟ انت ممكن تعمل فكره، هي الفكره دي يعني انا كنت اعملها، ان انت ممكن تعمل مثلا ده ايميلي، تمام، وفي رسائل غير مقروءه. انت ممكن بكل بساطه تعمل سيرش فولدر على الرسائل الغير مقروءه، كليك يمين ونيو سيرش فولدر، وهتقول له ان ريد ميلز، وتروح عامل اوكي. هيبدا ان هو يجيب لك الان ريد ميلز، وتروح شادد الان ريد ميلز موجودين مثلا تحطهم هنا، تمام، بحيث ان انت جيت الصبح بتشوف انت في عندك كام ايميل غير مقروء، بحيث ان انت تقراهم. وهي كده موجوده في الانبوكس، بس الان ريد ميل بيقول
عندك هتلاقيه موجود عاده فاضي، يعني الانبوكس طول ما هو ما في رسائل غير مقروءه مش هتلاقي جنبيه رقم، ولكن هتلاقي رسائل. اما الانريد ميلز كل ما هيكون في ايميلات جديده هتلاقيها جات لك هنا، بعد ما تقراها هتلاقيها اختفت من الحته دي. فانت بكل بساطه تقدر ان انت تعمل فولدر او سيرش فولدر وتحطه في الفيفوريت بحيث انه ما تبقاش عندك ايميلات غير مقروءه كتير. لو ايميلك في الشغل بالشكل ده يعني ممكن تكون في ايميلات مهمه جايه لك انت لسه ما ردتش عليها، حاجات مطلوبه منك، الكلام ده كله. وبرده هرجع افكرك ان الفيفوريت فولدر ما هي الا شورت كات، انت بتاخد الفولدرات من تحت بتحطها فوق، هو ما عملش دوبليكيت. الاكشن اللي انت بتعمله في الفيفوريت فولدر فوق هو بيتطبق في الفولدر تحت. طيب دي اول نقطه هتسهل عليك تنظيم شغلك. الحاجه الثانيه انا هقول لك برده كيس انت ممكن تتعرض لها. فلان مثلا انا بعت له حاجه وهو لا بيقول لي لا انا ما بعتهالوش، فايل هو كان طالبه منك او ايا يكن، وبعدين بيقول لك لا ما بعتهوليش، عايز تاخد الميل كاتاتش بما حوى كله الصف كله وتحطه كاتاتش. فانت بكل بساطه بتروح عامل ايه؟ لو انت مش عارف الاختصار اللي انا هقوله دلوقتي، بتروح عامل نيو وبتروح شادد الميل ده دراج اند دروب، بتشده كده جوه هنا بحيث ان انت بتبعت الميل ده كاتاتش. انت دلوقتي عملت كام خطوه؟ اول خطوه انت فتحت رساله، تمام. تاني خطوه ان انت رحت تراجع السنت ايتمز، تمام. الخطوه الثالثه انت بتروح شادد وحاطط جوه. طيب بص الاختيار ده هنقفل كده الرساله. انت مثلا دلوقتي عايز تبعت ايميل زي ده مثلا اتاتش، شايف الثلاث نقط دول؟ هتلاقي في عندك ايه؟ فورورد از اتاتشمنت. هتروح دايس فورورد از اتاتشمنت، هتلاقي هو راح عامل الثلاث خطوات في خطوه واحده، اللي هي راح واخد الايميل اللي انت تقصده وراح فاتح ميل جديد وحط الميل جواه اتاتش بحيث ان انت تكتب اللي انت عايزه. نفس الكلام احنا مثلا هنعمل كده. ده نموذج تاني، انا دخلت على السنت ايتمز عندي وعايز ابعت اي ايميل كاتاتش، هروح دايس كده وهروح دايس ايه كده، تلاقي نفس الكلام ثلاث خطوات حققوا بخطوه واحده من اختيار واحد. في حاجه اخيره بتخص السيرش ان انت مثلا لو انت شايف هنا انا عندي ايميلات، بص لو نزلت تحت كده كليك هير مور مايكروسوفت اكسشينج. طيب ده معناه ايه؟ لو احنا بصينا هنا، بص انت لو دخلت فايل ودخلت اكونت سيتنج، تمام، ودوسنا هنا. النقطه دي مهمه جدا في حته ايه؟ ان دلوقتي سي مثلا انت عندك 1000 ايميل، فال1000 ايميل دول اخر 3 شهور هم اللي هيكونوا موجودين عندك داخل الاوتلوك. سي دلوقتي في شهر 6، يعني عندك من شهر 3 لحد شهر 6 دول اللي موجودين لوكالي على السي بتاع اللابتوب. طيب الباقي موجود فين؟ الباقي موجود على السيرفر. انت بقى لما بتيجي تعمل سيرش، اول حاجه الجهاز بيبدا يعمل سيرش على الحاجات اللي موجوده في السي، ولكن لما يبدا ان هو يعمل سيرش في الحاجات اللي موجوده على السيرفر بتبدا ان الجهاز يتقل شويه لانه بيعتمد على سرعه النت. دي مميزاتها ايه وعيوبها ايه؟ يعني انا هتقول لي يا عبد الرحمن انا عايز اخليها كده، قول كده كل الايميلات من ساعه ما انت كريت الايميل بتاعك هتكون موجوده لوكالي على السي بتاعتك. طيب ايه العيوب والمميزات ان انت لو عملت الاوبشن ده؟ المميزات بتاعته ان انت طبعا لما تيجي تعمل سيرش على اي ايميل هيبقى السيرش سريع جدا، مش هيحتاج ان هو ايه يرجع للسيرفر. ولكن العيوب ايه؟ ان هو بيفرش مساحه كبيره على السي. لو انت عندك 10000 ايميل هتلاقي في مساحه جامده جدا موجوده جوه فولدر الاوتلوك جوه السي. المساحه دي هتاكل من السي كتير. علشان كده احنا بنعمل ايه؟ يعني انت عندك اهم ايميلات مثلا انت محتاجها في خلال السنه، يعني مثلا انت عاده بتحتاج لما بترجع للايميلات في خلال سنه، في غيرك بيحتاجها في 6 شهور، في غيرك بيحتاجها في سنتين، يعني ايا يكن علشان ما تاكلش منك مساحه من السي. فانت بقى على حسب ما انت عايز، يعني انت لو عملت كده السيرش عندك هيكون سريع جدا، ولكن مساحه السي عندك الفايل هيكون كبير. لو عملنا كده مثلا 6 شهور وعملت نيكست هنا وعملت كلوز وخلاص، هتعمل ريستارت هيبدا ان هو يخلي الرسائل اللي هي في خلال اخر 6 شهور هم اللي موجودين عندك. وطبعا انت لو دوست هنا هيبدا ان هو يجيب الرسائل اللي موجوده، يعني كل دي رسائل موجوده في السيرفر، تمام. النقطه دي بتفرق كتير. بنخش على الفايل اكونت سيتنج، هتدوس دبل كليك كده هتلاقي الاوبشن ده تقدر ان انت ايه تعدله زي ما انت عايز. ده مش معناه ان الايميلات القديمه بتروح، لا، الايميلات هي محفوظه على السيرفر الاوتلوك عموما. انت بيبقى ليك فري 15 جيجا، فكل الايميلات بتبقى مسيبه على 15 جيجا دول بحيث ان انت مفيش ايميلات تروح منك. بس كده، هو ده 3 حاجات ممكن يسرعوا عليك شغلك. شكرا، سلام.